جماعة، أنا بستغيث بوزارة الداخلية والرجالة الشرفاء. ده هجام دخل عليا. أنا بنت عايشة لوحدي بعد أمي وأبوي، عايشة في شقتي، كنت عايشة في منتهى الأمان. داخل البيت، عايزاكم تلاحظوا، داخل البيت ومعاه العدة وكأنه جاي يعمل مهمة معينة، مش بيتلفت يمين ولا شمال ولا متردد لحظة. أنا هوريكم دخل عندي البيت في خلال قد إيه. كانت الساعة 46 دقيقة. دلوقتي هو دخل من باب الحمام على أوضتي. ده الوقت اللي خده حوالي تلت ساعة في ان هو يدخل يشيل الباب شباك الألموتال بتاع الحمام، وهو جايب العدة بتاعته طبعا. دخل دلوقتي، ده السرير اللي هو واقف لإيده، واقف قدامه. أنا يعني قدامه بالظبط، ده السرير اللي أنا نايمة عليه. هيدخل الأوضة بتاعتي، هيغيب حوالي دقيقتين تلاتة وهيطلع. هوريكوا دلوقتي. طلع دلوقتي من الأوضة، قعد حوالي 3 دقايق جوه. انا معرفش، حسبي الله ونعم الوكيل. قعد 3 دقايق جوه في اوضتي، ما فيهاش ولا دولاب صغير ولا كبير. يعمل ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. هو دلوقتي قدام الترابيزه، في ترابيزه كده بيعمل، معرفش، بياخد برضو من عليها حاجات. وبياخد كانت مكوة شعر محطوط عليها، والشنطة بتاعتي خدها، وكان فيها المحفظة بتاعتي طبعا كان فيها حوالي 5000 جنيه. وطبعا الموبايلين بتوعي جالاكسي A36 وأوبو 92 خدهم. هو دلوقتي هيدخل جوه تاني الأوضة عند الحمام تاني، وهيطلع. هوريكوا طلع امتى. الكلام ده خدت كده. هوريكوا طلع امتى. طلع الفلوس في بقه، والذهب خده، والحاجة. انا عايزة بس حد يقولي بيعمل ايه 10 دقايق جوه. ده لو كان بيوضب البيت ما كانش الفلوس في بقه. لو كان بيوضب البيت ما كانش هيقعد يعني الأوضة. طبعا هو رمالي حاجتي قدام الحمام. طبعا انا طول عمري مولودة في الشقة دي، وعمري ما حصل لي كده. بس انا دلوقتي في حد سهله، لاني انا مبلغة في قضية آثار. في حد سهله، سرق البوابة الحديد بتاعة البيت، وبعد كده سرق البوابة بتاعة المنور من شهرين، علشان لتسهيل ان انا يحصل لي كده. انا عايزه اعرف التقصير اللي حصل، ان انا ابلغ الشرطه والموضوع يتحفز وهم عارفين الشخص، وانا حياتي معرضه للخطر لو حد في حكومه بلدي يقبل على حد وعرضه كده. فماشي. لكن ان شاء الله انا عندي امل في ان انتوا تشيروا، ان انت تجيبي حقي بعد كميه الايذاء دي. انا اصلا كنت بحاول اشيل العفش واشيل السجاد علشان احاول امشي من البيت، لاني انا من بعد ما بلغت على موضوع الاثار وانا كل يوم بيترتب لي ترتيب مختلف. ارجوكوا 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 حسسونا ان احنا بلد الامن والامان. ارجوكوا رجعوا الحق لاصحابه. ارجوكوا شوفوا مين اللي متواطئين ومين اللي مقصرين. انا بعدها الامين جالي بعد ما بلغت وعملت محضر علشان يمسح الفيديو اللي انا بصوره لحضراتكم دلوقتي، والمحضر اتحفظ بعدها بيومين بالظبط، ولا اكن في حاجه. ارجوكم ما تخلوش فكرتنا عن الشرطه، وان هي يعني الناس دول يعني بيضيعوا مجهود الناس الشرفاء اللي بيضحوا بحياتهم علشاننا. دلوقتي هو مش يرد الباب بس. انا هوريكم انا صحيت امتى. اتسرعت وجريت في الشارع. انا طبعا كنت لابسه هدوم البيت فما عرفتش اجيب الحته دي. انا قمت الساعه 6 كان الباب موارب، طبعا ما لقيتش الموبايل ولا اي حاجه اتصل بيه باي حد. فجريت في الشارع انده اخويا، وربنا ينتقم من كل مقصر ومن كل مؤذي ومن كل متواطئ. ارجوكوا ارجوكوا ارجوكوا، كفايه كفايه كفايه. هاتولنا حقنا. احنا في بلدنا. انا في بيتي اللي مولوده فيه.